في خرجت المعلومة في وكالة نوبل الإيطالية، هو يحذر من مخاطر، قال مخاطر الانسحاب من تونس ستكون هائلة، ومن بينها زعزعة الاستقرار الإقليمي، انفجار تدفقات الهجرة، نمو النفوذ الروسي والصيني. باش الناس هذا قالوا امام البرلمان الايطالي، باش الناس تفهم راهو العركه ماهيش تونسيه اوروبيه، عركه امريكيه روسيه، العركه اكبر امريكيه صينيه اولا ثم روسيه، وهيك معناتها راهي العركه كبيره، العركه اوروبا وامريكا وروسيا والصين، واحنا جينا في الوسط، ولازمنا احنا نستمعوا ضعاف الحال على غالب، لازمنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على امننا واستقرارنا، ونخموا بانانيه في مصالحنا. راهو على غالب وقت تبدا مصالح الشعوب موجوده، لازم على كل دوله باش تكون انانيه. وثم هوني معناتها، ورغم اللي تونس كانوا مواقفها مشرفه كامل في التاريخ، نذكروا في العشريه السوداء في الجزائر، الحكومة التونسية خضروا للجزائر، قالوا لهم الحدود ما بيناتنا احنا اتمان وما تتلهوش بهم.